اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده احنا مش بنراجع مجرد موبايل، احنا بنراجع قرار سامسونج الجديد الاس 26 الترا. معاه جدل كبير جدا ليه سامسونج تخلت عن التيتانيوم اللي كانت بتفتخر بيه ورجعت للالومنيوم، وحكايه الشاشه اللي بتقفل زوايا الرؤيه لو حد جنبك بص فيها. هل سامسونج فعلا طورت الموبايل ده عشان المستخدم ولا عشان توفر في التكاليف؟ النهارده هنفصص كل حته في الموبايل وهقول لك ايه هي عيوب وايه هي مميزات الاس 26 الترا الجديد، وهقول لك الموبايل ده سعره وصل ل 67000 جنيه في مصر و1300 دولار عالميا. ركز معايا جدا عشان الفيديو ده فيه حاجات كتير، ويلا بينا على طول نبدا. تعالى بقى زي ما اتعودنا هنبدأ بالتصميم. أول حاجة هتلاحظها إن سامسونج قررت تدور الزوايا. الألترا طول عمره كان ملك الحواف الحادة، النهارده بقى شبه النسخة العادية والبلس. كولونات دائرية بتخليه أريح في الإيد بس فقدت هيبة الألترا المعتادة، والصدمة الكبيرة إن الفريم بقى ألمونيوم مش تيتانيوم. سامسونج بتقول إن الألمونيوم بقى معالج وقوي، بس نفسيا والصراحة في الإحساس التيتانيوم أحسن بكتير، وأنا كنت أفضل إن سامسونج تفضل على التيتانيوم، بس ده في الأول وفي الآخر سامسونج قررت تتخلى عن التيتانيوم وتحط لك الألمونيوم. مش عارف بقى هي بتوفر التكاليف ولا هي عايز تعمل ضجة، الله أعلم. ولو بصيت على ظهر الموبايل كده هتلاقي إن الكاميرات أو الظهر بقى زي الفولد بالظبط، والعدسات بقى بروزها زاد شويه عن السنه اللي فاتت زي كان موجود في الاس 25 الترا. المره دي 26 الترا جايب بروز واضح في الكاميرات، وده معناه ان انت هتستخدم الجراب طبعا، وهتستخدم جراب قوي كمان عشان يحمي العدسات من الخدش والكسر لا قدر الله. الموبايل بقى وزنه 214 جرام بس لسه تقيل وبتحس بقيمته في ايدك، وطبعا مع شهاده اي بي 68 ضد الميه والغبار. بصراحه بشكل عام التصميم مفيهوش حاجه يعني قلت عن السنه اللي فاتت، ولكن زي ما قلت لك حته التيتانيوم والالومنيوم في ناس كتير مختلفه عليها، والتليفون مسبب ضجه بسبب الحوار ده. بس انا بفضل طبعا الشخصي، تفضيلي الشخصي، ان انا كنت بحب التيتانيوم لان هو كان بيديني احساس بالامان، بس بشكل عام دي فرضه في الاول وفي الاخر دي اذواق. لو بقى التصميم صدمك فالشاشة هنا هتبهرك. احنا قدام شاشة جاية بحجم 6.9 انش من نوع دايناميك ال تي بي او AMOLED 2 اكس. سامسونج هنا استخدمت تكنولوجيا جديدة في طبقة الحماية اسمها كورنينج جوريلا ارمر 2. الميزة هنا مش بس القوة، لا دي كمان الشاشة هنا مقاومة للانعكاسات بشكل عبقري، حتى تحت الشمس السطوع هنا بيوصل لحد 2600 شمعة، هتشوف كل حاجة بوضوح. بس الميزة اللي هتقلب الدنيا واللي عاملة قلق اليومين دول هي ميزة البرايفسي. الشاشة فيها فلتر مدمج بيخلي المحتوى يختفي لو حد بص من الجنب، يعني وانت بتكتب باسورد او بتكلم حد او قاعد في المترو او قاعد في المواصلات اللي جنبك هيشوف الشاشة السوداء تمام، وانت بس اللي هتبقى شايف المحتوى بتاعك وال 120 هرتز بتوعك. دي ميزه حرفيا كانت ناقصه موبايلات رائده، وسامسونج سبقت بيها الكل، فالصراحه الميزه دي عجبتني جدا وشاور سامسونج عليها. من جوه الموبايل بقى في وحش كاسر. سامسونج حطت اقوى معالج في تاريخ كوالكوم لحد دلوقتي وهو السناب دراجون 8 اليت جين 5 4 جالاكسي. المعالج ده معمول بتكنولوجيا 3 نانو، يعني اداء جبار واستهلاك بطاريه اقل بكتير، مع معالج رسومي ادرينو 840. الموبايل ده بيشغل اي لعبه على اعلى فريمات من غير ما يسخن منك السخونه المزعجه. طبعا بفضل نظام التبريد للعاب سامسونج الجديد. وعندك هنا خيارات مساحه بتبدا من اول 256 جيجا لحد 1 تيرا بايت، ورامات هنا بتوصل لحد 16 جيجا بس في النسخه الكبيره. طبعا مش هتحتاج كارت ممر خارجي مع ال 1 تيرا. وكمان السلاسه هنا بس مش جايه من الهاردوير، لا كمان جايه من السوفت وير، لان هنا سامسونج مستخدمه احدث واجهه عندها وهي الوان يو اي 8.5 مع اندرويد 16 متناغمه جدا. وطبعا في مميزات الجالاكسي اي اي بقت اسرع بكتير لانها بتعتمد على الذكاء الاصطناعي الوان ديفايس، يعني مش هتحتاج انترنت في اغلب العمليات. فصراحه هنا المعالج قوي جدا ومش هقدر اتكلم عليه كتير لان هو بيتكلم عن نفسه. هتقدر تلعب ببجي وفري فاير وكل الالعاب اللي انت بتحلم بيها على اعلى اعدادات. تعال بقى نروح لمنطقة القوة واللي انت مستنيها وهي الكاميرات. بس لو وصلت معايا النقطة دي ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة عشان دعمك بيفرق معايا جدا، والقناة لسه في البداية. الكاميرا الأساسية هنا جاية عندنا بحجم 200 ميجا بكسل، فتحة عدسة واسعة جدا ال 1.4. الفتحة دي بتخلي الموبايل ملك التصوير الليلي بلا منازع. التصوير الحقيقي في الزوم سامسونج عدلت في الكاميرا التليفوتو، هو عندنا عدسة بحجم 50 ميجا بكسل للزوم اللي بيوصل لحد 5 اكس، والحقيقي والديجيتال بيطلع لك او بيوصل لحد 100 اكس. وكمان هنا ميزة الذكاء الاصطناعي بتخلي الصورة أفضل. أول ما تاخد على طول الصورة الذكاء الاصطناعي بيتدخل ويطلع لك افضل نتائج ممكنه من الصوره. وطبعا في الفيديوهات بتصور لحد 8K ب 30 فريم في الثانيه و4K لحد 120. وكمان هنا بقى في ميزه ان انت تقدر تصور سلو موشن بجوده سينمائيه خرافيه. والكاميرا الاماميه هنا جايه عندنا بحجم 12 ميجا بكسل، لسه بتقدم سكين تون ولون بشره ممتاز جدا في السيلفي. الصراحه هنا الكاميرات مفيش خلاف عليها، ويعتبر طبعا زي ما انت عارف ان الالترا مميز جدا وقوي وحش في الكاميرات. فالكاميرات هنا من نقاط القوه الموجوده هنا في التليفون. طبعا زي ما احنا اتعودنا ان الالترا اصلا معظم الناس بتجيبه عشان التصوير وعشان بقى انت تاخد القمر في الليل والكلام ده كله. فالكاميرات هنا زي الفل ومفيش عليها اي خلاف. اما بقى بالنسبه للبطاريه فالبطاريه هنا لسه جايه بحجم 5000 ملي امبير زي ما قلت لك في اول فيديو. انا الصراحه مش عارف ليه سامسونج ما كبرتهاش، بس عوضتك بسرعه الشحن اللي بتوصل لحد 60 واط اخيرا، بتشحن لك الموبايل لحد 75% في نص ساعه. وطبعا الشحن مش موجود في العلبه زي ما اتعودنا من سامسونج ان هي بتجيب لك الكرتونه قرعه، وانت بتحتاج طبعا تشتري الجراب والسكرينه وراس الشحن.
بالنسبة بقى لسعر الاس 26 الترا الجديد في مصر، النسخة 256 جيجا فهي جايه بسعر 67000 جنيه، والنسخة 512 فهو عامل 74000 جنيه، وفي السعودية عامل 5500 ريال، وفي الامارات 5100 درهم. والخلاصه الاس 26 الترا موبايل بيقدم شاشة خرافية بميزة خصوصية لأول مرة، معالج هو الأقوى عالميا، ولو انت صانع بقى محتوى أو جيمر الموبايل ده هيبقى استثمار ناجح، ولو التصميم الدائري والألمونيوم مش فارقين معاك فالموبايل ده هو ملك الأندرويد بلا منازع. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واكتب لي في الكومنتات هل ميزة البرايفسي دي تستاهل انك تشتري موبايل عشانها. ولو لسه ما اشتريتوش قول لي برضه في الكومنتات، انا بقرا كل الكومنتات، ولو انت محتاج تعمل او عايز مراجعه او عايز تاخد رايي في اي حاجه انا برد على كل الكومنتات. وبس كده، دي كانت ضيوفون وانا احمد، وسلام، واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي، وسلام.